اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده محتوى حلو قوي. هنعمل الحجازيه. طبعا الحجازيه دي لما نروح بنشتريها غاليه، واحنا ممكن نعملها في البيت وسهله وطريقتها زي العسل، وهتعمليها وهتحبيها وهتعمليها على طول باذن الله. طيب، المقادير بتاعتنا: انا عندي هنا كوبايتين دقيق، وهنا كوبايتين سميد ناعم. السميد الناعم ده بتشتريه من عند اي علاف او اي حد بيبيع حاجات الحلواني دي. نص كوباية زيت، واحط عليهم نص كوباية زبدة، ولو عندك سمنة تمام. طب ليه انا ما حطيتش الكوباية كلها سمنة؟ عشان انا مش عايزاها تقيلة قوي. تمام. معلقة خميرة، 4 معالق سكر، ودي مية للعجين. ده بالنسبة للمكونات بتاعة العجينة بتاعتها. طيب، مكونات الحشوة بقى بتاعتنا ايه؟ تعالوا كده. الحشوة بتاعتي انا بحط كوباية سميد، عليها كوباية سكر، ويا سلام لو السكر بتاعي غامق اللي هو سكر التموين ده، بيبقى زي العسل في الوصفة، لان الحشوة بتاعتها بتبقى خشنة شوية، فهو ده اللي هينفع معايا. ما عنديش مش مشكلة، استخدمي الابيض عادي. تمام. 3 معالق كبار قرفة، وطبعا انتوا عارفين الاساسي القرفة في الحشوة بتاعتنا. وبرده هاخد كوباية مية. طيب، نخش كده ونقول بسم الله، ونبتدي الاول. يعني خلي مكونات الحشوة دي على جنب، مش هستخدمها دلوقتي. واخش في الاول كده، اجيب بولة حلوة. تمام. واحط فيها اجيب بولة حلوة كده، وانزل بالدقيق بتاعي. دي عادي خالص من بتاع الكيكة، كوبايتين. والكوباية اللي انا بعاير بيها هي اللي بعاير بيها كل المكونات. انا معايرة بكوباية زي دي بالظبط، ماشي، اللي هي كوباية الشاي بتاعتك. ودول كوبايتين سميد ناعم، ما تجيبوش خشن. وهحط الخميرة بتاعتي، معلقة خميرة كبيرة. السكر، 4 معالق سكر، وبرده سكر انا حطها غامق. طيب، انا حطيت المكونات دي، ادمجها كده مع بعضها كويس. صدقيني والله هتعمليها هتبقى سهلة وزي العسل. اهو، قلبت كل المكونات اهي مع بعضها. طيب، انا هبتدي دلوقتي احط الزبدة بتاعتي على الزيت، عشان اكمل كوباية. وزي ما اتفقنا مش عايزة احط سمنة او زبدة بس، عشان خاطر انا مش عايزاها تقيلة قوي. طيب، قبل ما احط ده على الخليط بتاعي ده، هنتفق ان السميد بتاعنا ده بيبقى عامل زي السفنجة، بيمتص على طول اي حاجة، اي مادة دهنية. فانا لمجرد ما احطها هابسها على طول، اقلبها يعني على طول. بصوا، بسم الله كده، هبتدي على طول اقلبها، اخلي كل السميد اللي عندي ده والدقيق يشرب المادة الدهنية اللي انا حطيتها. بس على طول كده ايدي فيها اهو، لان انا لو سبته هيشرب السميد المادة الدهنية، مش هيتشبع كله بيها. انا عايزة كله يتشبع. هخليه تمسكيه يبقى عامل شبه الرملة كده، المندية شوية. بصوا اهو، دمجته كله كده مع بعض. ايه يا بنات، فين التفاعلات بتاعتكم؟ متنسونيش كده باللايك والشير، وتشتركوا في القناة. وكمان هبعت لكم، هنزل في اول تعليق الرابط بتاع القناة بتاعت الفيس. خشوا برضو هتلاقوا كل التطبيقات دي عليها اهو. بصوا، انا خليته عامل شبه الرملة المندية زي ما احنا شايفين كده. امشي معايا واحدة واحدة، هخليكي ممتازة فيها. تمام. بصوا، كله اتشبع بالمادة الدهنية بتاعتي اهو اهو. طيب، انا كده العجينة بتاعتي بقى عايزة احولها لعجينة. ماشي، همسك. بصوا، دي مية دافية، عشان احنا طبعا حاطين خميرة ومتفقين. اللي بيتفرج عليا ومتابعني
لازم لما تبقي تستخدمي خميره لازم الميه تبقى دافيه زي دمعه العين، عشان لو الميه سخنه قوي هتموت الخميره. وساقعه مش، بصوا همسك كده، مش هحط كوبايه مره واحده بتاعه الميه، لا هحط حبه على ايدي كده وهعجن. هشوف هتحتاج معايا ميه قد ايه لحد ما الاقيها اتمسكت مع بعضها. هعجنها بقى كده وهوريكم شكلها في الاخر وهقول لكم استخدمت ميه قد ايه. انا عايزاها تبقى بالقوام ده، شايفين اهي كده بقت عجينه، وتحس اللي هي ايه طبعا خشنه شويه عشان خاطر انا حاطه السميد. ماشي، هركنها على جنب لحد ما اعمل الحشوه بتاعتي. طيب انا في ناس ممكن تقول ينفع استبدل الميه دي بلبن، ينفع بس هتبقى تقيله قوي. يعني هي كده احنا ايه بنتحايل كده اللي هي تبقى خفيفه وحلوه. عايزه تحطي مكانها لبن حطي عادي براحتك. بصوا انا استخدمت ايه ازيد من نص شويه حسب الدقيق بتاعك ما هتتعجن وتبقى، بس اهم حاجه يبقى ايه ملمسها زي ما انت شايفه كده عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله. نجيبه حاجه. بصوا يا حبايبي الحشوه دي كوبايه سميد واحط عليه كوبايه السكر، تمام، واحط القرفه 3 معالق، هقلب ده كله مع بعض واحط عليهم معلقتين زيت كده. الزيت ده هيديلي لمعة حلوة قوي، احنا بنلاقي الحشوة بتاعتنا بتلمع في النص، الزيت ده هيديلي اللمعة الحلوة دي. هفضل اقلب فيها كده كويس وهرجع لكم تاني. انا اهو دمجت كل الزيت في الخليط بتاعي ده، تمام. بصوا بعمل شبه برضو الرملة اهي. طيب اعمل ايه بقى؟ المية بتاعتي دي انا مش هحطها كلها، برضو حبة حبة لحد ما اوصلها كده لمرحلة هوريها لكم. بصوا بحيث ان انا لو حطيتها كده في قلب العجينة هتقع، لا انا عايزاها تبقى ايه زي العجينة بس ناشفة شوية. افضل اقلب كده، بسم الله. في ناس بقى بتحط، عايزة تحطي سوداني مجروش، عايزة تحطي جوز الهند، عايزة تحطي زبيب، زي ما انت عايزة، بس احنا بنحبها سادة. يعني اللي انت عايزاه في الحشوة دي حطي براحتك خالص، عايزة تحطي مكسرات حطي. انا استخدمت حوالي ربع كوباية المية اهي، لما اعملها كده هتلاقوها ثبتت اهي، هو ده المطلوب. تمام، هغسل ايدي وارجع لكم. هنا هفردها، الفرد بتاعها ده ليه مليون طريقة، انا جبت لكم اسهل طريقة. انا عندي الصينيتين كده بتوع البيتزا، او تجيبي اي صينيتين عندك بس واحدة تبقى اكبر من التانية، تمام. الصينية الاولى دي همسكها هدهنها دهنة زيت، همسك الصينية الكبيرة وادهنها كده دهنة زيت كلها والجوانب وكله اهو، تمام. دهنتها، همسك نص العجينة دي، يعني العجينة هقسمها لجزئين، نص العجينة دي هقسمها لجزئين، جزء هيتحط من تحت وجزء على الوش. هقسمها كده وافردها وهرجع لكم يا بنات. افضل افرد فيها كده بايدي، تمام، في الصينية كلها. بصوا حبايبي انا اهو سويتها واعمل لها كفر كده من الجناب عشان لما احط الحشوه بتاعتنا، وبس بتسويها بايه بكلوه ايدك دي كده اهو، تمام. في المرحله دي بقى كده هنزل بالحشوه اللي انا عملتها. عايزه اقول لكم ريحه القرفه تحفه. هساوي الحشوه دي ماشي، بس مش هسويها للاخر، يعني خليها ايه اخلي فيه مسافه ما بينها وما بين الاخر. بصوا انا كده سويتها اهي، وبصوا اللمعه اللي فيها عشان معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم. طيب انا بقى الكفر بتاعها الوش هعمله ازاي؟ الصينيه دي هقلبها كده وهعملها برضو مسحه زيت كلها اهو عشان يسهل عليا الفرد اهو كده، تمام. وهاخد بقيه العجينه بتاعتي دي كده وهفردها على ظهر الصينيه، هفردها وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي اهو انا فردتها، هعمل ايه بقى؟ هنزل بيها كده
هسيسها بالراحة لحد ما تنزل واحدة واحدة كده. بسم الله. هسيس فيها وهرجع لكم تاني. بصوا يا بنات، بعد ما فردتها اللهم بارك، شايفين حتى من الجناب اتقفلت عشان ايه؟ الكفر اللي حاطينه من تحت. همسك الشوكة بتاعتي بقى وامشي عليها كده زي احنا ما بنجيبوها كده. بصوا، لو عايزة تعمليها اعمليها، بس انا هقطعها سمبوكسات. بصوا بسم الله، الحجم اللي انت عايزاه. انا الاول بقطعها بالطول كده، هرجع لكم تاني. اهو يا بنات شايفين عملتها بقت زي العسل. دي هتتحط على الفرن. انا مشغله الفرن تحت على درجه حراره 180، درجه حراره متوسطه. تمام. وهقول لكم هتاخد وقت قد ايه في السوا. بصوا حبايبي، انا حاطه الشبكه، ما تحطهاش من تحت عشان ما تتحرقش. شبكه ونار متوسطه بس. سيبيها بقى وبعد كده ايه؟ هرجع لكم تاني. بصوا يا بنات اللهم بارك، زي العسل اهي. انا لسه مطلعه من الفرن، يعني خدت حوالي ربع ساعه من تحت وربع ساعه من فوق، وبقت بالمنظر ده. عندك شويه شربات زي ما عندي كده، ادهنيها كده اول ما تطلع، حاجات بسيطه قوي عشان تديها بس اللمعه الحلوه دي. ما عندكيش شربات جاهز، معلقه عسل نحل وخفيها بحبه ميه سخنه واشتغلي بيها وهتبقى زي العسل. انا اهو بدهنها، واول ما تهدى شويه تمام هقدمها في طبق وهتشوفوها ان شاء الله. يلا حبايبي، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير كده والاشتراك في القناه. ويا رب اكون قدمت محتوى النهارده يعجبكم، ويا ريت يا ريت تطبقوا المحتوى ده وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. هتعملي احسن صينيه باذن الله. وبألف هنا وشفا.